مشاهدين قناة أنفا بريس، أهلا ومرحبا بكم هنا من قلب مولي عبد الله أمغار، أكبر موسم بالمغرب وربما على الصعيد الإفريقي. معنا اليوم مولي مهدي الفاطمي رئيس جامعة مولي عبد الله أمغار، أكيد بكل تأكيد يعطينا كل التفاصيل، كل الكبيرة والصغيرة عن هذا العرس الكبير. مرحبا بك مولي مهدي فاطمي عن قناة أنفا بريس. مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين ديال قناة أنفا بريس في مصر مولي عبد الله، ونتمنى انك تنقل للاخوان الصور والاجواء ديال الموسم كيفاش كتمر هذه الاجواء، لان راه اللي ما جاش عاشها فهمتيني ما يمكنش انه ما خصك تعيشها وتكون فيها وقلبها باش. ولكن الحمد لله ان انتم الاخوان الصحفيين راكم بكل امن وامان تنقلون هذه الاجواء. الناس اللي ما كانش عندها الامكانيات ولا عندها بحكم التزاماتها والحكم انها تحضر لهذا الموسم هذا ان شاء الله. مولي المهدي الفاطمي، شفناك طول السنه ربما وانت كت على الصفحه الفيسبوكيه، يعني كل الكبيره والصغيره عن هذا مولي عبد الله أمغار توجد اكثر وتزاد اكبر مساحه في الموسم مولي عبد الله أمغار. ماذا في رايك مولي المهدي؟ شنو هو الاحساس ديالك في اليوم لقيتي هذا العرس الكبير اللي حوالي يعني 5 مليون وربما اكثر اللي كنشاهدوا حاليا؟ خصك تعرف بانه الامتحان ملي كتبغي توجد له خصك توجد له على مدار السنه. الانسان اللي ما كيوجدش على مدار السنه كيجي نهار الامتحان كيسقط، بحال هذا الامتحان. بالتالي ما يمكنش تنجح في واحد التنظيم الا ما كنتيش كتفكر ليه وكتوجد ليه وكتاخذ ارتسامات ديال الناس وكتجمع المعطيات كامله باش ان يمكن لك تجود ما يمكن تجويدوه، تصحح ما يمكن تصحيحوه. وبالتالي كتلقى النسخه اللي الحمد لله وحنا كندوروا في الشارع كنسمعوا الارتسامات ديال المواطنين وديال الزوار، كلشي ناشط، كلشي فرحان، كلشي كيقول لك راه كاين تغيير كبير، كاين تنظيم ملموس، كاين هادشي كلشي كما يقولوا الثمار ديال واحد العمل ديال السنه كامله. وحنا ملي كنكونوا كما قلتي كنديروا داكشي في الفيسبوك وهذاك باش الناس تعرف بان راه موسم مولي عبد الله ماشي كنجيو راه هذا المجهود هذا اللي كيدار كامل راه كيدار على طيل السنه باش نعطيو واحد المنتوج في المستوى ديال الراعي سيدنا الله ينصرو. لان هذا الموسم هذا خصكم تعرفوا بان كيحظى بالرعايه سيدنا الله ينصرو، وبالتالي كنكونوا جنود مجندون باش كل نسخه الا وكيتزاد يبان هذيك اللمسه. لان ما يمكنش الموسم تخليه كما هو. الناس اللي غادا تجي ما يمكنش تجي تلقى نفس الاشياء، تلقى نفس الانشطه، تلقى نفس الاماكن، تلقى. بالتالي حنا كنجودوا باش الانسان اللي كيجي كتبان له كاين تغيير، كيبان له كاين، وكيبغي العام الجاي يجي عاوتاني باش يعاود يكتشف واش كاين تغيير اخر، واش كاين لمسه اخرى. هذا الموسم الوحيد اللي في المغرب وربما في العالم العربي ما عندوش نسخه، هو موسم مولي عبد الله أمغار. وهذا إن دل يدل على شيء، يدل على قدام ديالو وكيدل على الموروث الثقافي والتراث ديالو فهمتيني. وبالتالي هذه راه واحد المساله نادره اللي خصنا نحافظوا عليها. هذا موروث كبير ديالنا خصنا نحافظوا عليه وخصنا نزيدوا به لقدام، لان وحنا كنديروا داك الترشيح ديالنا لليونسكو. جمعنا جميع المعطيات باش نعرفوا التاريخ ديال نهار انطلاق هذا الموسم. ما استطعناش، مشينا للجامعه، مشينا لعند الشرفه الامغاريين، قربنا في وثائق تاريخيه، مشينا عند الخياله. لم نستطيع اننا نقولوا بان الموسم راه بدا في التاريخ الفلاني. بالتالي خصكم تعرفوا بان هذا الموسم هذا راه موسم عنده امتداد كبير في التاريخ. اكيد مولي المهدي ذكرتينا بالتاريخ والتراث، ولكن لم تحدثنا عن محرك الطين، من اقدم المحارك. هو من اقدم المحارك معلوم، راه اللي كيقولوا بان كان هنايا كان رباط طيط فهمتيني، كان ربما من ايام الفينيقيين واكثر فهمتيني. بالتالي كاين واحد اللمسه هنا تاريخيه كبيره بزاف اللي جينا كما يقولوا نهبشوا وندخلوا في الذاكره هذه. راه غادي نمشيو لزمن ربما ما قبل التاريخ فهمتيني. وبالتالي حنا غنبقاو حدنا حد هذا الشيء اللي عندنا وهذا الشيء اللي وصلوا لنا واللي جدودنا عاشوا فيه واللي كنسمعوا عليه. وبالتالي حنا نقوم كما قلنا باش نحافظوا على هذا التراث هذا ونزيدوا نجودوه. راه الوقت كيتبدل كتعصرن، ولكن ما نمشيوش لذاك الطابع ديال المهرجان معصرا. هذا موسم حنا خصنا نتحملوا واحد كيقول الاخوان لا، راه الموسم الا زدنا جودنا فيه اكثر من هذا الشيء ما غاديش يبقى موسم يعني عالمي. يعني حنت تعرف بان الاختصاص الاخصيه اللي كاينه في موسم مولي عبد الله هو ماشي موسم كباقي المواسم. باقي المواسم الناس كتجي تفرج في الخيل وكتمشي بحالها لدارها. اكيد مال الخيل كيجيو يركبوا كيمشيو للديورهم فهمتيني، كيخليو الخيل عاسين عليهم الناس وكيمشيو. هذا الموسم هذا راه مدينه، راه كنهضروا على 450 الف نسمه اللي ساكنه قاطنه
في الخيام. يعني بالتالي خصها الترتيبات ديالها الامنيه، خصها النظافه ديالها، خصها التزويد ديالها بكل ما هو ماء وكهرباء ومأكولات، فهمتيني. راه ماشي هذا عمل كبير بزاف كتقوم به الجماعه باش توفر الظروف هذه كامله. نعم. للزوار. يعني جامعه مولاي عبد الله امغار مشكورين كل الناس اللي ساهرين على الكبير والصغير، ولكن حدثنا كلمه يعني اخيره عن المحرك الثاني. كيف نشأ المحرك الثاني؟ اش من سنه بالضبط؟ المحرك الثاني نشأ هذه واحد 7 سنين، 7 سنين، لان كان واحد الاكتضاد على المحرك الاول. ملي بدا الموسم كيتشهر، بدا الموسم كياخذ واحد الطابع، واحد الاقبال كبير، ولينا تقريبا في واحد 130 علفه. 130 علفه. كاين النوبه اللي ما كتجيش النوبه، الناس جايه باغا تركب، الناس جايه باغا تفرج، كاين اللي ما كتجيش النوبه باش يدير قرصه واحده في النهار. بالتالي قسمناهم على جوج باش تم نخليو الناس فين تبورد. بالتالي اللي كيركب في المحرك الاول لا غد ليه كيركب في المحرك الثاني، واللي يركب في المحرك الثاني كيركب، باش نخليو الناس كلها تمتع. عطا جماليه وعطا حتى الناس باش تفرج، لان كان واحد الازدحام على المحرك الاول، ما يمكنش الناس حتى تفرج. اذا ولاو المبارديه كيتبوردوا كيتفرجوا، ولات حتى الزوار تما عندهم جوج محارك فين يتفرجوا. كنشكركم على كل الكلمات الجميله اللي عطيتينا وعطيتي للمشاهدين الكرام، مشاهدين قناه انفابريس متتبعينا. بالنسبه لك مولي المهدي، كلمه اخيره للزوار، الناس اللي خارجين من المغرب، ربما جنسيات اخرى جات الموسم مولاي عبد الله امغار، او اغلبيه كتقلب وكتبحث اللي جا المغرب غيجي لهذا الموسم مولاي عبد الله امغار. كلمه اخيره. راه كاينين ناس بزاف كيجيو من العمال المغاربه بالخارج، هذا راه الموسم ديالهم، ولكن كاينين بزاف ديال الزوار اجانب راه كيجيو. ذاك العام كانوا من الشينوا، من كوريا، من باكستان، من البرازيل، من فرنسا، من اسبانيا، واحد العدد ديال الدول كيجيو. وكنقول غادي يجيو غيلقاو موسم نظيف امين، غيلقاو جميع داكشي اللي كيبغيو الوليدات من ترفيه. الناس الكبار تما غيلقاو السهرات الفنيه. الناس وكنساو هذه المساله جد مهمه، اللي بغى تصوف واللي بغى كما كيقولوا تخشوع، واللي بغى غادي يلقاو سهرات ديال المديح، وغادي يلقاو تلاوه القران، وغادي يلقاو في الضريح. كاين كل واحد سبحان الله العظيم، كل واحد اللي بغى يجي لهذا الموسم غادي يلقى داكشي اللي بغى. ما سخيناش بك عن قناه انفابريس، ولكن الوقت لا يسمح. بالنسبه لك سي مولي المهدي، كيفاش الناس كيتبعوا المنصه خارج ارض الوطن موسم مولاي عبد الله امغار؟ ربما عندك هذه الفكره. لا كاين بزاف ديال الناس كيتبعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لا منصه كبيره خارج. لا كنا درنا هذه في كندا، كان واحد الخيمه في كندا، كانت واحد الخيمه السنه اللي فاتت، درنا واحد التجربه مع واحد المواطنه مغربيه، يعني شراكه المغرب، مع واحد الفنانه مغربيه تبارك الله عليها، اللي صيفطنا لها واحد الخيمه، واحد الخزانه كما كيقولوا، وتأتات وتصوبات ودار فيها واحد ليكرون لداخل تماكين، وبداو كيتنقلوا الاجواء ديال مولاي عبد الله تماكين، وعرفت واحد الاقبال كبير. كان هذاك الفيستيفال فيه تقريبا واحد 28 دوله، والخزانه ديالنا حيت هما كانوا عندهم كلهم يداروا بيضين. أيوة. والخزانه المغربيه جات الوسط ثاني بواحد وشاد واحد المساحه كبيره ومأتة، وهي تبارك الله عليها ديك السيده قامت بالواجب، لانها صوبت الحلويات المغربيه واتاي المغربي، كان ديك الاجواء تقريبا ملي كتدخل الخزانه كتلقى راسك في جو مغربي، فيه التوريده وفيه كل الطقوس المغربيه من اتاي وحلوى مغربيه. ما زرتيش مولاي المهدي؟ لا كانت الموسم هو كيتزامن مع الموسم، شكرا مولاي المهدي الفاطمي من قلب مولاي عبد الله امغار. نحييكم حسن عمران دائما وابدا عن قناه انفابريس، والى اللقاء مشاهدين في حلقات اخرى ان شاء الله وفي برامج اخرى عن تغطيه موسم مولاي عبد الله امغار، يوميات مولاي عبد الله امغار كل يوم ان شاء الله. نعطوكم الجديد والمزيد ان شاء الله، والى اللقاء.